نحن المهندس من الحكومة ومن المقاول ومن المجتمع همين. المهندس قبل فترة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء قال نريد احنا نسوي قضاء على الفساد، ماذا حملة على الفساد. يعني احنا نمكن بابل من اهالي بابل. المهندس شاف الامرين كله 15 بيكا. ليش؟ حتى نثبت احنا نحارب الفساد. حتى نثبت نحارب الفساد يعني نجيب مهندسين. هذا المهندس ابتدى على عمره لان هو شنو؟ هو المصدي. يعني هسه احنا مثلا يعني هي مو انتقاص من باقي الشهادات، بس انت مثلا هسه كل ولدنا مدارس اهليه، ليش وديناهم مدارس اهليه؟ ليش ما وديناهم مدارس حكوميه؟ شو ما عندك شويه المعلم اذا ما درس؟ شو اطباء تروح عليه يقول لك تعال لي عياده، شو ما حدا خبر النزاهه؟ احنا مو نشرع مو نزيه، بس نقول احنا مستهدفين بشكل ممنهج همين. هذا اسلوب غير مباشر للضغط على المهندس حتى يخضع ويمشي. لذلك احنا نريد قانون حتى نواصل نحاجز العالم دي. حتى احنا شوف اول ما بدينا بالقانون، اول ما فكرنا احنا قلنا لا نتظاهر ولا نسد شارع ولا نكسر جامع، لان احنا مهندسين، احنا اللي نفكر. قلنا ناخذ طريق الدستور والقانون. الدستور قال 50 توقيع ينعرض، رحنا جمعنا 50 توقيع وكل النواب السياسيين، احنا كنا مستقلين ما عندنا ولاء لاي سياسي، يجوز اكو بينا متحزب، بس اتفقنا باول يوم قلنا كل احنا الاحزاب اللي ما ورانا حزبنا الواحد مهندس، عود من نكمل كل من يرد الحزبه. اتفقنا كل السياسيين اللي رحنا لهم مشكورين وعلى راسنا، لان قدرونا وفي غيرهم ما قدر. كلهم على راسنا وشايليها لهم، بس مو بالضروره اني يعني اذا مثلا وقع لي الحزب اكس انا لازم اكسي، واذا الحزب واي شنو كيف كنت. لذلك خلينا نقول هذه المساله خلينا لحمايه المهندس عالجناها بالمواد الخامسه والسادسه بالقانون. لا يجوز القاء القبض على المهندس او توقيع الشكاوى المتعلقه بالمهندسين لاسباب مهنيه الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنه وزاريه مختصه، ولا يجوز اجراء تحقيق مع مهندس من قبل لجان مختصه الا باشراك مهندسين من اصحاب اختصاص في اللجنه التحقيقيه. يجب ان يكون حضور لنقابه المهندسين او من يمثلهم قانونا في التحقيق الذي يجري مع المهندس كممثل عن نقابه وفقا لاحكام الماده كذا لسنه 79، والحضور امام الجهات التحقيقيه لهيئه النزاهه والجهات القضائيه. طبعا هنا لابد نشير الشغله اللي يتصور احنا ندافع عن مفسد او مرتشي، اقول له واحد احنا بدنا نقول انت ما يخالف اخذتني تريد تحقق وياي مو او انت مشتبه بي، انت قبل ما تاخذني وتشهرني وتشهر عائلتي سوي لي تحقيق واحترام ناس اختصاصيين مع احتراماتي للقضاة. القضاة هم يعني ناس بعيدين عن المسألة الفنية، نقول يابا خلوا ناس فنيين يحققون ويانا حتى عود اذا مجرمين يعلمونا. المشكلة هي اللي تصير انه انت تتجرجر، عائلتك تنشهر، وبعدين من تطلع بريء حتى دائرتك ما تعتذر من عندك. هسه والله القضاة في هذا دولة برج عاجي يختلف، لان انا مرة شفت قاضي طبعا قدامه ثلاثة يجي القاضي ويلبسوا على اجداف البالطو والله بعينه. زين؟ مع احتراماتي الشهاداتهم والسلطه اللي يمثلوها، بس لكل مقام مقال. ما يخالف الاستاذ محمد في القلب حرقه لازم نحكي. نعم للمهندس، نعم لبنات العراق. اخواني لازم هيك الشغله يشتغلون علينا هالشيء. الواعيين كرة القدم ما يودوهم محكمة الجنايات، يودوهم محكمة كاس. يودوهم محكمة كاس يخطبون بمسائل كرة القدم.
احنا ننسجن بمحكمه مال المجرمين. المساله الاخرى اللي عالجناها هي مساله المهندسين العاملين في القطاع العام. طبعا الساده النواب كلهم حاضرين وجوز يعني يعرفون تسلسل انتقال القوانين بالعراق. يمكن المهندس الفئه الوحيده بالمجتمع اللي سلبت من عنده حقوق، اللي سلبت من عنده يعني حقوق عنده موجوده قبل سقوط الهدام، اجى برايمر شالها من عنده، وجوا ما بعده باركوله. لذلك انا اقول هذا ممنهج، لانه انت شنو من تخلي مهندس مثلا احنا هسه هنا بالحله اذا بطل 40 كيلومتر بعيد هو راتبه 700 دينار وتقول له يابا انت اكل واشرب وداوم وصير نزيه واشتغل زين 700 دينار. تدرون معدل هسه مهندس يمكن هسه تجي انت معدل رواتب المهندسين يعني خدمته مثلا انت 15 سنه ايش قد يعني مثلا الاستاذ النواب ما ادري اقول له ايش قد يعني راتب معدل 15 سنه بالدوله العراقيه ايش قد راتبه؟ توديه بعد 40 كيلومتر كفهمنا كل يوميه تدوين. انت تقول له شلون الهدام قبل كان يعطي جنود اختيار هدايا للضباط ياخذون من العجل ويعيشون بهم وكنا عايشين هاي. لذلك احنا هاي السياسه طبعا الساده السياسيين والنواب الحاضرين الكلام طبعا هو موجه لكم، هو احنا نريدكم تقولوه. انتم حضوركم مجرد حضوركم هنا انتم كل خطوه من عندكم الف هلا على رزقنا. بس احنا معاناتنا امانه تقولوها مثل ما نحكيها مثل ما هي، مو كلمات منبقه، احنا نحكي واقع. زين اجى برايمر شال قانون 67 سنه 1907 كل فئات المجتمع شنو؟ اخذت امتيازات جديده، اخذت حوافز الا المهندس ايش سوى؟ شالوا القانون علق البرايمر. اجت الحكومه العراقيه مشت على المنوال يعني كانه برايمر هو استغفر الله نازل من الزبور، بس هو لانها يخص المهندس، لانه احنا محترمين. من كانت الفلوس تجينا مال الدوله ما سوينا ضرب ووقفنا مشاريع الدوله، كان ثاني يوم سوينا 3 اضعاف فوق، بس احنا محترمين وحتى ان صح هذا تحركنا محترمين ومثقفين. اجينا ضمن الدستور والقانون. لذلك القانون تضمن إعادة العمل بقانون منح المهندسين العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية مخصصات هندسية بالرقم 760 سنة 76 ويعتبر نافذا من تاريخ صدور هذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع مواده. طبعا هذا القانون يتضمن موقع عمل، يتضمن خطورة. يعني أنا هسه يصير أنا مثلا أروح الساعة 5 الصبح عندي صف وارجع الساعه 4 العصر اخر نفسي اللي قاعد الصبح يمكن على التمرين. يصير انا واقف لي قدام دورنا مثلا قاسي اعطك علي وتقتلني نفس اللي قاعد مخلع عطر. لذلك لذلك هذا القانون هو صح الهدام سوى بس هو مو كل الهدام من هدمه. زين كان قانون منصف كل واحد يعطي حقه. يعني اكو مهندس ياخذ مثلا المخصصات 30% واكو مهندس نفس الشهاده نفس الخدمه ياخذ حوالي 200% حسب عمله. يعني هو صاعد بالضغط العالي لا بالضغط العالي تقول له تعال انت نفسه بالفيال ما ترى. المهندسين العاملين في القطاع الخاص عاطلين عن العمل اللي هي هذه مصيبه كبيره. استاذ اللي اتمنى منكم تتحملون شويه لان شويه هواي مشاكلنا وبعد ما نلقاك موجود. هسه المهندسين العاملين في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل. طبعا احنا نوايد انه مساله القطاع الخاص هو مجرد واحد يداوم وقتي. هسه الموضه الجديده المقاولين شو يقولون للمهندس؟ يجي هو حقه مليون يقول اعطيه 500 قال له ما اريد قال له اجيب 4 مكانيك.
وصلتنا الدوله العراقيه لهالحد هذا، يجيك واحد لا يقرا لا يكتب، يقول له ما اقدر انا شغل يعني تعب وهذا، يقول لك اجيب لك 4 مكانك. وفعلا هو يجيب 4 مكانك، تقول ليش؟ لان الدوله حتى ما تدري قد عندها مهندسين للعلم، حتى ما ندري قد عندها مهندسين، يعني احنا لا رحنا نقابه، رحنا ماليه، رحنا وزارات، ما حد يدري قد الحين. يعني العدد اللي اعطانا النقابه حتى زهاء حديد محسوبه ويانا، يعني يحسب علويات. حتى زهاء حديد الله يرحمها محسوبه ويانا 200,000، يعني هو الرقم اللي اعطاه استاذ موسى قبل شويه كلمته. يعني اصلا ما حد معبرنا ولا يجي لنا زقت. النوم مهنتنا صارت شنو؟ صارت سلعه. يعني شنو؟ تجاره. شلون تجاره؟ يعني انت مثلا تريد تبيع معجون تروح تفتح لك محل، هسه صارت شنو؟ قبل كان المعجون نفسين كامل. هسه الكليات العلميه للحبايب. اول ما يبدا الكليه العلميه كليه هندسه. على نسبه المطالب المهندسين 77%. واحدى الكليات كل سنه تخرج 750 مهندس كليات الاهليه. بغض النظر هسه رصينا ورصينا حتى الكليات الحكوميه، احنا لازم نباوع، احنا غير قد نحتاج. اذا عندك 77% بطاله زين انت مو محتاج مضمدين، وصار معدل المضمد 94. خلصنا من هاي السالفه دوره كامله سوي مضمدين وخلصنا حتى على الاقل نرجع نحترم شهادتنا. يعني ادري وهذا ابو الوزراء مثلا مع احترام المهنه، بس ما يحتاج 94% مثلا. مو انهانت شهادتنا، انهانت والله. حتى احنا بداخلنا بعد ما نحترمها. احنا اساتذه والله العظيم، استاذ جامعي احكي ويا طلابي ونرسبهم بداخله، يقول ايش دا اسوي؟ هو هذا وين راح يروح؟ عندنا واحد من اللجان اخوان والله العظيم زين يشتغل عماله، هو مهندس مدني، يعني مو كان ما ينام فوق الخلفه ينام شنو؟ ينام طابوق. ترى الامور صارت بالمقلوب. الامور بالمقلوب صارت. لا اله الا الله. لذلك هاي المادة أنا ما راح أحكي عليها، لأن بشوية راح أحكيها بالأرقام، أرقام تخزي. لا يحق لغير المهندس الحصول على إجازة فتح المكاتب والورش الهندسية ومعامل المواد الإنشائية بأنواعها ومكاتب تجارة الأجهزة التقنية والهندسية وكل الأعمال التي تندرج ضمن الأعمال الهندسية، إلا إذا كان المهندس واحد أو مجموعة من المهندسين نسبة لا تقل عن 40% من ملكية ما ورد في أعلاه، وبتأييد من نقابة المهندسين العراقية، ويتولى مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم ذلك. هذه المادة مو مجرد صفحة. الاخوان المهتمين هاي الاردن بصفهم. ذيك البحرين اللي هي شبه جزيره خاليه. زين؟ الامارات بصفهم، هذا يقول احنا الامارات والله بلد متطور، لا، احنا هذول الاردن اللي يددون من عندنا عندهم قانون محترم. حامي مهنه المهندس، انا يجي ابو شراويه يشتغل شغلتي ويشغل يجي من يحتاج من شغلتي يعطيك 50,000. احنا مهنتنا مسروقه، انتم شايفينكم دوله بالعالم فيها المهندس عاطل، اسالوا كل العالم المحترم مثل الموزمبيق، كل عالم محترم مهندس عاطل. اكو طبيب عاطل للعلم، اكو طبيب عاطل، الدول المحترمه المتقدمه عندها طبيب عاطل لانهم يتمرنون، ناس عايشين صحه زينه. بس شنو المهندس هو البلد دائما يريد يرتقي، يعني يبدي السترين تجيب اسئله ساق العالم يوصلون لاسفل رجلين. ما يوقف عند حد، لذلك دائما تحتاجه. الماده الثانيه اللي طبعا هذه صار هو ناس ما فهمتها، بس احنا فاهمينها زين. هاي ناس تقول هاي ليش؟ اخوان الشركه بالعراق خف واحد ما يدري، انا اقول لكم الساده اعضاء مجلس النواب يسمعوني، الشركه ممتازه بالعراق براس مال 7 مليارات عباره عن ورقه.
ورقه بها مهندسين اثنين صوريين كذب انا عند كلمتي. نص الشركات اللي موجوده ممتازه كذب، يا اما بايق له هويه وراح مطلع له 750 الواحد ضعيف نفس وماخذ هويته. ذولا اللي هو ممتازه واولى وخامسه وما ادري منو يهبر مليارات كانت الموازنات التجاريه. شباب انتم اللي كنتوا تشتغلون وياهم وين؟ هم ترى الجماعه كلهم تجنسوا، طلعوا فلوس العراق الاكلوها براسك وراس غيره، كلهم هسه امريكي واللي اوروبا صار واللي لبس اعقال ابيض وصار اماراتي. انتم وين كنتوا تشتغلون وياهم؟ احكوا وين كنتوا تشتغلون وياهم؟ مو كنتوا تشتغلون بالمليارات بهاي مشاريعهم الزفت؟ ذباكم على قارعه الطريق. كلكم هسه على الطاوله بطاله، انا احسب مكانكم. كلكم على الطاوله بطاله، اللي الزين ما بيكم اللي مع احتراماتي يشتغل كاشير بمحل. خد تعرف الدوله العراقيه، خد تعرف انا ايش يصير بينا. انا اطب الواحد مطلع بذاك اليوم والله العظيم. تندمت على ذيك الساعه، طبيت لقيت ابيع مسماري وحامض حلو، قلت له هسه انت ظالم صار وين ما شايف يعني هم لازم اسالك، قلت له ها وين ما وين ولا انت بعد تنزل؟ والله الخاطره قلت الا مو بالجو. والله انا رجال استاذ جامعه ما استفاد فلس من هذا القانون. وهمين الاخوان اي امل او احنا كلنا الشباب الموجودين يدرون لا عندنا امل بسياسه ولا عندنا امل بنقابه هم خلينا يطمئنون. البارحه يقول تدليس وما ادري شنو والسوالف هذه تعبت وراح وقتها. زين؟ لا حبيبي احنا كل شيء نريد، احنا نريد الله ونريد نحترم نفسنا احنا تعبنا التسعينات احنا مو من هاي شلون ما كان. هاي المادة اخوان الشركة تشكل مثل ممتازة، رئيس مالها طبعا مو وهمي 7 مليارات شو يبدا المفلس كله برا 7 مليارات وحاطه مهندسين اثنين صوريين. يعني انت شلون بدك تولد العالم شركة ورقة؟ تدرون ذاك اليوم دا اقرا بالبحرين، طبعا انا هاي الشغله هواي شوفتنا عجايب. بالبحرين سادين مكاتب مو شركات، ليش؟ لاقيهم مسوين كرفانات، قلت على واي يجون الشركات تسوي لنا كرفانات عاد ندلهم. انا اشتغلت بال 2005 ويا مقاول اضرب 5 اشهر لحد الان وفي النافذه. اخوان الشركه بكل دول العالم شركه لازم محترمه حتى تعطيها فلوس البلد، لازم عندها كادر وعندها مقر وعندها محاسبين. زين؟ حتى مو تدرون المقاولين شو مسوين؟ عندهم شركه حوت وثلاث شركات قرش. ذن الحوت هاي اللي ياخذ بيها والثلاثه حتى اللي يكمل المعامله. حتى يكمل المعامله وياخذ شغل. هذا واقعنا، انا ما اعرف ازور مثل ما هن كل الشباب يعرفوني حتى وياهم ايش اتعامل. لذلك لقينا الماده بالقانون تلغى الماده 2 من الماده 2 اولا من تعليمات تصنيف الشركات مقاولات المقاولين والاتفاقات في القائمه السوداء رقم 1 سنه 2015 والصادره من وزاره التخطيط، ويحل محلها مهندس مدني بمرتبه استشاري مساهم او متفرغ عمل الاختصاص الانشائي، اضافه الى 10 مهندسين متفرغين بمختلف التخصصات الهندسيه ومختلف الدرجات النقابيه. طبعا المظلل باللون الاصفر هو الاختلاف عن تعليمات رقم 1 سنه 2015. انه الشركه حتى تصير شركه محترمه خلي يصير عندها كادر، من تريد شغل خلي تشغل ولد البلد العفو. كل دول العالم تعطي فلوس الجهه تفكر شلون ترجعها بشكل مباشر وشلون ترجعها بشكل غير مباشر، يعني ما يصير تعطي فلوس ويفلت، تعطي فلوس ويفلت، شو تسوي؟ تكمله. مو حتى فلوس بلد تحافظ على البلد غير مو قابل يعني تشد ما ادري منو مو وابو كلاش مو يعني هم الجماعه هم يبوقك وهم يودوا فلوسك برا يشتغلوا فيها، يستثمروا في العالم حتى شنو؟ يسوي شاليهات وبواخر للناس، ما يسوي كذا فوق ما وقته فوق ما ينقل غير مقام.
على كل طبعا الجدول الفقرات اللي بعد رسميا موثقه بنقابه المهندسين، ويشترط بتجديد الشركه او استلام مسلفها انه تأييد من نقابه المهندسين انه المهندسين العاملين وياها يستمر رواتبهم. يمنح المهندسين من غير الموظفين وغير المستفيدين من الماده 8 الى 11 في هذا القانون غير المقبولين في الدراسات العليا لحين انهاء الدراسه بعد تخرجهم بسنتين راتبا شهريا مقداره 300,000 دينار يسدد حال حصوله على فرصه عمل سواء كانت حكوميه او بالاستفاده من المواد 8 الى 11 بواقع 10% بواقع 10% وربع. هنا طبعا هذه منحه مقدارها 300,000 دينار، مو منحه العفو، سلفه. احنا ما ناخذ منحه، مو معوقين، المعوق يعطوا منحه. سلفه احنا حتى من طلبنا من الدوله، طلبنا واحنا شايلين رؤوسنا. قلنا له احسن ما يشتغل عامل، اعطيني 300,000 دينار، عقب نتدبر لي شغل، انا ارجع الجيران 10% مرات، ايش قد تعطينا؟ انا اعطيك 10% من عندك. بس شنو احفظ كرامتك واحفظ كرامه شهادتي. راح اعبر المواد العامه يعني بناء على رغبه الاخوان. راح هل القانون ذنبه ماليه ام هو مسار تصحيحي نوعي وبكسب بالله؟ انا مهندس مو مثل الملاش يفكر بالفلوس والارقام صماء، انا تحسست. لذلك سويت تحليل بسيط اللي اتمنى انكم تنتبهوا له. لهذا الشيء عدد المهندسين الكل تقريبا بالعراق 150 الى 180 الف. العاملين بالقطاع العام عدا مؤسسات التمويل الذاتي تقريبا 23%، اعتمادا على بيانات وزاره الماليه لعام 2017. العاطلين عن العمل تقريبا 77%. معدل ما سيعود به القانون لكل مهندس تقريبا 300,000 دينار، يعني هو حتى اللي عامل بالقطاع العام هو اساسا عشان ياخذ 35%، فانت لا تحسبها شيء تطلع يعني هو عاطل يشتغل تقريبا معدل ياخذ 300,000 دينار. حسبناه على الاساس مجموع الجنبه الماليه العامه للقانون تقريبا 594 مليار دينار بحوالي 475 مليون دولار امريكي. هذا طبعا بمنظار مالي سطحي اني، وهسه راح اوضح ليش هو منظار سطحي اني. هسه المصيبه هنا، المصيبه تنباع هذا الجدول. هذا الجدول الطابع اللي يخصنا به احنا المهندسين. طبعا هذا الجدول هذا مو مالتي، هذا مال وزاره التجاره ووزاره التخطيط. وزاره التجاره ووزاره التخطيط. اريد ابغى شركه يعني الشركات اللي من الممكن اشتغل بها انا كعراقي. المقاولات مجموعين 14,733 شركه مقاولات في العراق. طبعا الصناعه هم تتبعني، هم انا اشتغل بها 3,672 مجموعها بحدود يعني 18,000 شيء. يعني هسه 18,000 لو كل واحد مشغله مثلا، لا مو 10 نقول 5 90,000 مهندس مو، وعندنا من هناك 40,000 متعينين 130 يبقى مشكلتنا 35,000 مو، حتى لو بينهم بيناتنا هم تنحل. بس هذا كله كذب، هذا كذب. ده اللي نصهن كذب وهميات، او نصهن شنو وقت العوزه. يعني واحد هو واخوه وابن عمه ما ادري شنو مسوي لهم 4 شركات يطبون كلهم، واحد فوق واحد جوا واحد بالنص وينباع البلد. احنا هدفنا هم ذولا، هم نريدهم، ذولا زياده ما نريدهم، خلينا نخلي الزينين ونشتغل وياهم وهايين. عدد المكاتب المسجله لغايه عام 2012 ما قبل تنميه جدة، هاي بس لحد 2012 بغرفه تجاره بغداد لانه شوي شفافين ناشرين. زين؟ عددهم 1531 مكتب. هذه وين ببغداد؟ 44% من عندها مكاتب ذات طابع هندسي. منو فاتحها؟ عوام الناس. طبعا هذا قالوا شنو؟ هم هوايه 1500 مدينه مثل بغداد.
ذولا هم كل واحد عنده 10 15 اكو ذني جوا ال 100 مليون اللي هي صلاحيه مدير عام ذولا متوليين والمهندس يشغلوه 50,000. هاي جبت امثله للي يصدق يعني. طبعا حذفت الاسماء والمعلومات الشخصيه ما نخلق واحد يحاكمني. زين بس هذه هسه مثلا انجينيرنج سيرفيسز، هذه مثلا انتاج مواد كيميائيه، هذه خدمات هندسيه، هذه حاسبه الكترونيه. زين طبعا ذني ليش؟ ذني شلون يسجلون؟ شلون يسجلون؟ خاف واحد ما يعرف، روحوا يسوون والله كلكم. ها؟ تكلف 125,000 دينار، كل شيء ما حد ياها. وبأي مكان بالدولة جوا ال 50 مليون جوا ال 100 مليون تقدر تشتغل به. حتى تعرفون انتم شغلكم وين رايح. هسه عدد كل شركات المقاولات والشركات الصناعيه 18,405. هسه نريد نوصل هل هي فائده للبلد لو هي فلوس راح ناخذها من البلد اللي احنا خليناها بالقانون. 18,405. العدد تقريبا المكاتب ذات الطابع الهندسي بحدود 4,000. طبعا هذه يعني رقم تقديري يعني للامانه، كل الارقام الموجوده انا مسؤول عنها، بس هذا الرقم تقديري يعني قدرت على بغداد، سالت في محل الجن تقريبا. عدد المهندسين المستفيدين من المادتين 8 و9، يعني احنا اذا طبقنا القانون على دول الشركات والمكاتب، عدد المستفيدين 8 و9 96,000 مهندس. طبعا شنو اذا وظفنا 5 مهندسين ما قلت لا 10 ولا واحد، خير الامور اوسط 5 كمعدل حسب. هسه يجي واحد هم يعترض يقول يا ابي انت مو تقول وهميه؟ انا لا محاسب حساب الوهميه. عم الوهميات نصهن. بس اذا ما اكثر من نص هذا مو بلد، صار هذا صار دوكر. اذا اكثر من نص الوهميات نبطل يعني نروح نشوف لنا قدر. خلينا نقول نصهن هسه اذا نصهن عدد المهندسين المستفيدين اذا طلع نصهم صاحيات ونصهم شنو؟ فيه اللوله. خلينا نقول انا مخلي المقاطع اللوله هاي. زين؟ اشكال اللولات موجوده. هسه تقريبا 48,000 خلينا نقول مستفيد. على المستوى البعيد الجنبه الماليه اذا طبقنا القانون راح تصير 421 مليون دينار عراقي او عادة 337 مليار دولار امريكي. طبعا هذه باعلى التقديرات لانه انت مو ضمن ذولا انا حاسبهم. اولا لانه قسم قروض هو تعينه راح يعطيك فلوس، فانت اصلا عندك مدور، عندك صندوق للموضوع هذا، يعني مرور الزمن انت عندك صندوق، يعني شلون صندوق الاسكان؟ ناس تسلم وناس تاخذ. انا عفوا واحد شيء اكيد يعني تطلع هي السوالف. الخلاصه القانون يكلف الحكومه 337 مليون دولار يا اخواني يا اعضاء مجلس النواب سنويا، مقابل اغلاق 10,000 شركه ومكتب وهمي قد تشترك واحده منها فقط بسرقه نفس المبلغ. شكرا جزيلا.